مساء الفل. ايه الاخبار؟ مصر صعدت للدور ال16 في افريقيا، بثلاث تعادلات بثلاث نقط. الحمد لله. لولا موزمبيق اتعادلت كان زماننا دلوقتي مروحين. طيب انا جاي النهارده عشان اتكلم معاكم الصراحه في موضوع مهم جدا، موضوع محمد الشناوي وموضوع صلاح وكمية اللغط والهبد والهري اللي عمال يحصل في الفترة دي. محمد صلاح خرج من ماتش غانا في الشوط الأول، مصاب، عنده شد، فخرج. وبعديها المنتخب طلع بيان او وات ايفر اني هيغيب ماتشين، اخر ماتش في المجموعات ودور ال16. وبعديها بنفاجئ ان ليفربول او يورجن كلوب بيعلن اني لا، ده محمد صلاح راجع يتعالج عندنا. ايه ده؟ تحس ان انت جالك كده ميه ساقعه نزلت عليك وانت بتسمع يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي بعد ماتش بورموث. فاللي هو انت بتقول ايه؟ لا انت اكيد بتضحك علينا. وبعدين بالليل تلاقي اتحاد الكوره اصل صلاح والامكانيات وهيسافر واللي مش عارفه ايه وهيبقى يرجع لنا ان شاء الله في النهائي. نهائي ايه؟ لا يرجع ليه؟ وبعدين انا عندي سؤال. يعني هو شد الحمد لله، مش حاجة كبيرة، مش حاجة تستدعي أي تدخلات من أي حاجة، فعادي إن هو يكمل مع الفرقة وما يلعبش. ما يلعبش، بس يقوم بدوره كقائد للمنتخب وككابتن فريق ويلم اللعيبة. ويا جماعة واحنا أصلا يعني معلش أدائنا زي الزفت وحالتنا صعبة، فمعلش اللعيبة مستنيينك واللعيبة متأثرين بيك واللعيبة عايزاك واقف في ظهرهم حتى لو أنت مش تلعب. فيطلع علينا الناس انتوا ما تستاهلوش صلاح فيكوا وانتوا بتخوين وانتوا ايه ده. احنا بنخونوش. بس انا من حقي ان انا لما ابقى شايفه ان انت اصابتك اصابه عاديه، اصابه كل اللعيبه بتجيلها وبيكملوا، يبقى عادي. لما يبقى مزراوي لاعب المغرب عنده نفس الاصابه من قبل اصلا افريقيا وطلب انه ينضم للمنتخب، يبقى انت ايه السبب انك ماشي سايب المنتخب دلوقتي وعايز تروح تتعالج في ليفربول؟ او مش انت اللي طالب، ليفربول اللي طالب. ليه؟ المفروض ترفض. وبايرن ميونخ مش اقل من ليفربول. بايرن ميونخ طلب من المغرب ان هم يجيبوا مزراوي ويتعالج عندهم وهو رفض، والاتحاد المغربي رفض. عشان تعرفوا ان انتوا اتحاد فاشل، اتحاد ملوش قيمه، اتحاد اصلا عره عره بمعنى كلمه عره يعني. كل ده بقى كوم. وبعدها بيوم ولا يومين، ده كان اصلا ليله ماتش مصر وكاب فيردي، يطلع علينا بعدها بيوم محمد الشناوي بيتصاب في اخر دقيقه في الماتش او اخر دقيقتين في الماتش. ماشي، ونلاقيه فجاه خارج وعامل مجبس ايده كده وبتاع مش عارفه ايه او معلقها. وبعد كده يطلع يقول لك يطلع بقى اخبار ان محمد شناوي عنده جاله خلع في الكتف ومش عارفه ايه. فالناس بقى تبتدي تتكلم لا، مش ما ولا خلع ولا حاجه، ده ورايح يتعالج في اسمه ايه ده. وان هو اتفق، المنتخب اتفق مع الاهلي ان هو هيروح يعمل العمليه في المانيا. وازاي محمد يعني الشناوي يسافر وصلاح لا، وانتوا بتيجوا على صلاح. وطبعا اصل الاهلي نادي الدوله ده تدخل جراحي. لو اللعيب استنى على حاجه فيها تدخل جراحي ممكن تاذيه، ممكن ما يعرفش اصلا يحرك كتفه تاني. ازاي يا جماعه بتقارنوا ده بشد؟ كل الناس عندها شد عادي، انا عندي شد وبستخدم فولتارين عادي. عادي بجد. وما بقولش ان هو كان ممكن ليفربول يبعت له برنامج العلاجي والدكتور محمد ابو العلا ينفذه، او ايا كان. لكن انتوا بتقارنوا شد بواحد عنده خلع وتهتك في مش عارفه الاوتار الاي والكلام اللي طلع من المنتخب. بتقارنوا ايه بايه؟ انا مش فاهمه. بتقارنوا قائد المنتخب بمحمد الشناوي؟ بتقارنوا؟ طب خلاص خلوا الشناوي ياخد الشاره.
بتقارنوا محمد صلاح بان هو كان بيتنطط ساعه لما الجون جه وبتاع ومش عارفه ايه. بتقارنوه بمحمد الشناوي اللي علق في اخر دقيقه في الماتش، علق اسمه ايه ده، ايده. بعد السنه اللي فاتت مع محمد الشناوي برضو كان جاله حاجه في الخلفيه وبتاع، وشد من الدرجه مش عارفه الثانيه ولا الثالثه ولا ايه. وكان الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه في قطر. لا ما كانش في قطر، كان في الامارات. وساعتها محمد الشناوي ولا جه ولا اي حاجه، ولا الاهلي طلب انه يرجعه، بالعكس كمل البطوله وكان واقف، وكان هو اللي بيسبورت ابو جبل، وابو جبل اللي كان بيلعب. وبعدين في ماتش من الماتشات كده ابو جبل برضو جاله شد ونزل صبحي. ايه يعني؟ ايه بقى؟ ما كل اللعيبه بيجي لها شد عادي. ودينا صحينا النهارده اهو على خبر ان امام عاشور جاله ارتجاج في المخ بعد ما كان بيلعب دبل كيك وقع. يعني ما شفناهوش بقى، لا قال لك انا معلش انا عايز اروح اطمن على نفسي في الاهلي وارجع. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ هو احنا هنستهبل؟ ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ السنه اللي فاتت اللي مشوا وسابوا المنتخب كان اكرم توفيق عشان جاله صليبي وراح لازم يدي تدخل جراحي، وبعديها حجازي وجاله باين قطع في الضمه او حاجه زي كده، طبعا تدخل جراحي وعمل عمليه. فيا جماعه معلش، يعني بجد بطلوا استخفاف بعقولنا، وبقوا الناس تبطل تخوننا. واحنا بنعمل كده علشان احنا طالبين من صلاح كتير، ولو هو يا عم مستكبر نفسه علينا خلاص. خلاص يا عم صلاح، اعتزل دوليا وريحنا. لكن انت مش المفروض ان انت ابقى اجيلكوا في النهائي وتسرق مجهود العيال دي بقى ان شاء الله لو وصلوا للنهائي، انت تسرق مجهودهم وانت اللي تشيل الكاس. يعني ليه؟ معلش انا اسفه يا جماعه. يعني ليه؟ يعني مصطفى محمد وامام عاشور وتريزيجيه ومين تاني ومروان عطيه يبقوا موتين نفسهم ويبقوا بيعملوا كل حاجة وان شاء الله يوصلوا لحد الفاينل، فانت تجيلنا زي الباشا البرنس كده، تجيلنا على الفاينل وتشيل الكاس مثلا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب. لا ما تجيش يا صلاح. واللي يوافق انك تيجي يبقى متخلف عقليا. ولو اداره الاتحاد المصري اللي وافقت، يبقوا يلموا حاجاتهم ويمشوا لان هم اتحاد فاشل. من الاخر، من الاخر. وعشان بس برضو نبقى واضحين، ده لا يقلل من صلاح كنجم مصري عالمي في الخارج، بس هو بيعمل انجازاته لنفسه. بيشرف اسم مصر طبعا، طبعا. بس انت عملت ايه لمنتخب بلدك؟ ولا حاجه. كل مره لازم، كل مره سواء بطوله سواء معسكر منتخب لازم يبقى فيه قصه. معسكر المنتخب لا، اصل انا هبقى اجيلكم تالت يوم او رابع يوم حسب كده ما دماغي تجيب لي، اصل يعني محتاجه ارتاح. ده المعسكر اللي فات. ليه يا عم الحاج؟ ليه؟ ده الدوري لسه بتاع ده، كان ساعتها الدوري الانجليزي كان لسه مبتدي. فاللي هو فيه ايه؟ بجد فيه ايه؟ ليه دايما متكبر علينا؟ مش عايز تيجي يا عم صلاح ما تجيش، ما تقرفناش يعني، ما تقرفناش. ما انت مش الوحيد اللي احترفت. لا بجد يعني ما تخرجوا الواحد عن شعوره. وده لا يقلل من صلاح. ولو حد هيجي يكتب لي انتي مش عارفه ازاي تقولي خلاص يا جماعه، اللي مش عاجبه الفيديو بتاعي ما يتفرجش اصلا. لكن ما فيش حد فوق منتخب مصر، لا صلاح ولا الشناوي ولا الاهلي ولا الزمالك ولا بره ولا جوه ولا اي حاجه. to cut it short و to end it at a point. اشوفكم في حلقه جديده.